أوصي إخواني ونحن ننتظر هذا الشهر ببعض الوصايا. الوصية الأولى الجاهزية، هذه فرصة جاية، الفرص يستغلوها الناس اللي تكون عندهم جاهزية، اللي مش جاهز يضيع الفرصة. هذا هو. كنت نشوف في حوار بين ملياردير وواحد الصحفي أمريكي، قال لك كيش وصلت لدي لافورتين هذا المال كاع، جبد له هذاك الشاك سنيه راه بلون، قال له اكتب اللي بغيته راه ليك. هذاك الصحفي ضحك قال له نكتب اللي بغيته، قال له بيدك كتبه، قال له نكتب 50 مليون دولار، قال له نكتب فك له الشاك، قال له هكا ضيعت الفرصه. انا الفرص ما نضيعهاش، انا وصلت الموصل لانني اقتنس الفرصه، قعدت معايا في حوار وفي جدال بعد اللي فتحت لك هذا العطاء. هكذا اخوه الايمان، معناها رمضان فرصه، معنى اذا كان عندك صاحبك يكون يخدم فونكسيونير يعني موظف، اي واحد النهار صرتها بسياره تاع 3 مليار وحبس عند فيلا تاع 5 مليار، الله يزيد للجميع. ومن بعد خرجوا 4 خدامه، حلوا له الباب، تفضل يا باشا، رفدوا له الكابر، لابسين لينيفورم، تروح تسقسيه تقول له شنو جات كيليو، الله يرحم بوك، تا صاحبي تا خويا، منين جبت لي لافورتين؟ شا يقول لك هذاك؟ يقول لك انا من التراتمون تاعي من الصالير كنت نقلع جزء، نقلع لقيت ودرت هاك، الى اما انت راك مجنون، الصالير عمره ما يصنع لك حيه كيما هاك. معنى هذا السيد كانت حاجه اوكازيون لقفها، معنى اما ورث اما القاف صفقه وانت ما سمعتش. هذا رمضان شهر الصفقات. اما ال 11 شهر الاخرين راك تصلي وتعاود تذنب، اللي تلقطه من يروح منا ولا يبقى لك شويه، بصح باه تتبدل وتتغير ويوقع فيك دي ترانسفورماسيون راديكال، يليق لك رمضان. بصح باه ما تضيعش رمضان روض في شعبان، ما تروحش رمضان بلا صيام، ما تروحش رمضان بلا قيام، ما تروحش رمضان بدون توبه نصوح، ما تروحش رمضان بدون زاد. ولهذا شيخنا الله يجازيك خير، هذه القعده زاد لي رمضان. معناها واحد الاخ قال لي كنت نمشي في واحد البلاد يعني مونطانياز في وسط الجبال، نمشي طاح عليا المغرب وطاحت السياره اون بان. سبحان الله، قعدت نخمم كاش ما تجي تفترسني ذئاب، كاش ما يجوا قطاع طريق. قال لي جبت الفورطه بغيت نلغى صوت كامله يعني ما عندهاش رصيدكم ما يطيقش. هاكا اللي يروح رمضان ويسيب الفورطه بالكامل. شيخنا الله يجازيك عمرتها لنا شويه، باعنا باه نلغوا نهار ونهار 10 الاوائل. هذه جلسه لشحذ الهمم، لتنوير القلوب ولصفاء النفوس ولزكائها، باه ندخل رمضان ما نعدوش يعني هذا حدث عادي يا إخوة الإيمان، هذا ماهوش حدث عادي. القضية هي هذه، ما تدخلش رمضان بدون سلاح. ولهذا كي تشوف واحد ما صام والو من شعبان يشفك مسكين، يشفك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العكس تاع الفطر، فالفطر مثلا يصوم الصحابه ما نروحوش سيدنا النبي، الصحابه يصوموا يومين، كيما ابن مسعود ما كانش يصوم بزاف، يصوم الاثنين والخميس و3 ايام من كل شهر. يقول لهم العلم راه شاغلني. هما يقلبوا كي يجي شعبان باه يصوموا يومين ويفطروا 5، يصوموا 5 ويفطروا يومين. معنى شعبان ماهوش كيما هذا. فالشين شعار، والعين رفع للأعمال، والباء بركة، والاليف احتساب، ومن احتسب اكتسب، ومن اكتسب انتسب. زيد والنون نفقة، قرآن نون شحال فيها يا اخوة الإيمان. واللي ما يطيق يدير والو يدير كيما دار سيدنا إبراهيم، نطهر بيتي للطائفين، شويه كريزي نغسل الجامع لاسبيراتور. هذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراو له امراه كانت تقوم المسجد ماتت بلا ما يصلي عليها. هذا ما كانت تدير مسكينه تلقط كاش فوتات في المسجد، ماتت ما صلاش عليها. علاه ما نوضتونيش؟ قالوا كرهنا ان نوقظك، كنت صائما يا رسول الله، كنت صايم ما بغيناش نوضوا. قالوا مروا لي قبرها، عاود صلى على قبرها صلاه الجنازه. شوف فضل صلاه تاع النبي على هذا المراه، باه الوظيفه تاعها شيء، كانت تقوم المسجد يا اخوه الايمان. واحد النهار الغابه انحرقت، الحيوانات قاعد تلايموا، قالوا نطفوها، كل واحد رفد على حساب اللي يطيق. الفيل رفد في الخيشوم تاعه، كل واحد، الذئب في فمه، الاسد في فمه، الزاوش رفد في قمقومه. قالوا له هذه القطره شيء، قالوا ذاك اللي طقت له، والحديث قياس، هذاك اللي طقت له. معناه اللي يطيق ديره الله اعلم بالنوايا، الله اعلم بالنفوس. وقد تكون قطره الماء في منقار العصفور اثقل عند الله مما يحمله خيشوم الفيل اذا كان هذا صادقا وذاك يبتغي شيئا آخر. ولا ندخل رمضان بدون جاهزية. ثانيا ركز في رمضان. ما معنى ركز؟ معنى 70% يقولوا العلماء في رمضان تعطيها للقرآن. وين ما تصيب شوية فيد جبد المصحف، والأخرى 30% قسمها كما بغيت. ثالثا المحسنون، سعدكم يا خلفاء عثمان، يا خلفاء أبي بكر الصديق، يا خلفاء عبد الرحمن بن عوف، يا خلفاء خديجة. نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. هذه فرصة باه تفوتوا كاع الناس في العبادة،
ربما تصلي غير الوقت انت يا أيها المحسن، غير الوقت، لكن تجهز مائدة رمضان للمساكين. وشفنا بعض المحسنين مشي اللي جهز المائدة يأكل معاهم ويوقف معاهم ويخلي الماكلة في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله الفضل. فماش حاجة سهلة يا إخوة الإيمان، هذا أمر، هذا توفيق تاع ربي. ثالثا ما تدخلش بالقوة، رمضان تدخل له بالتواضع، روح لربي بالفقر، قال يا ربي أنا عبدك ضعيف، أنا الفخار تاعك، أنا ما نطيق الوالو ولا ما عاونتنيش، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربي أنا عبدك الذليل وأنت ربي العزيز، أنا عبدك الفقير وأنت ربي القوي، أنا إلى آخره. وصف نفسك كما دار زكريا، الوهن العظم اشتعل كما دار موسى، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ادخل بالفقر عند ربي يغنيك. رابعا إياك وقطاع الطرق، فيسبوك، تويتر، انستغرام، وزيد عد من هيه. إذا عندك كوراج كبير، لا عندك زير صبعك وديرهم كرمكم الله بوبال، اعطي شهر ربي اومون، انسى ذي الحياه. الكابل اللي يجي من فيرجينيا نشوف ذا الليالي 1.3 مليون كيلومتر تاع فيبر اوبتيك، تجي فيبر انترنت، تجي في لوسيون اطلنطيك وتدهم للقارات الخمسه. اطول خط 47 ميل يروح نيس في فرنسا، ومؤخرا داروا لي ينزل للبرازيل الى اخره. وعنده تقنيه جديده في النقل الضوئي ماشي النقل الالكتروني، وكلام كبير في هذا المجال. هذا الناس ما مشي يديروا في الصوالح غراتويتمون بور نو بوزيو، ماشي باطل يا اخوه الايمان. سون كونتران دو مودلي نوكرا، معناه شنو نقول، من القارات يتفركت على المدن، من المدن يتفركت على القرى، ويدخل لديارنا ويصنع افكارنا. انا ماشي نقول على الانترنت ماشي مليحه، الانترنت بينها نديروا البحث العلمي، بها نوصلوا للنتيجه بدقه بسرعه الى اخره. اني نهضر على الاستعمال السيء لهذه الوسيله. ودروك زادتنا الانتيليجونس ارتيفيسيال، وما تورانا رايحين الانترنت اوف ثينك الى اخره، ورانا داخلين في هذا لوسيون اطلنطيك. الله يثبتنا اخوتي، الله يبارك فيكم. وهذه كلمه مقتضبه. واحد الشيخ يعجبني ولما يدير لنا كلمه يقول لنا لا عجبتكم فامساك بمعروف، ولا ما عجبتكمش فتسريح باحسان. كل التمره وقيس العلفه، والحمد لله اولا واخرا.